الانضباط في العمل قيمة إسلامية وميزة حضارية. الانضباط في العمل قيمة إسلامية وميزة حضارية. العنوان هذا هو. إذن الانضباط في العمل من الناحية الدينية كما سنتحدث إن شاء الله ما أهميته من الناحية الشرعية أو من الناحية الدينية، وكذلك من الناحية الحضارية، من الناحية الحضارية. وحتى لا نتأخر كنت أريد أن أكتب هذه العناصر، عناصر الحصة أو المحاضرة التي نريد أن نتكلم عنها، وهي سيكون عندنا حديث عن تعريف الانضباط، ماذا نعني بالانضباط وماذا نعني بالعمل، لأن مكون المحاضرة هو الانضباط في العمل، فيكون عندنا تعريف للانضباط وتعريف للعمل وما يدور عليه، ما يدخل في هذا التعريف، من هو العامل المهني الموظف الحرفي. كذلك سنتحدث إن شاء الله ما أهمية هذا الموضوع الانضباط في العمل، وسنذكر إن شاء الله الانضباط في العمل هو روح الإسلام نفسه قائم على الانضباط في العمل، وأركان الإسلام قائم على الانضباط في العمل كما سنبين إن شاء الله في هذه المحاضرة. كذلك أنواع الانضباط، سيكون عندنا حديث عن أنواع الانضباط، وكذلك مؤشرات الانضباط، أنا كيف أعرف الانضباط وما هي مؤشرات الانضباط. كذلك بواعث الانضباط، ما هي الدوافع وبواعث الانضباط. وكذلك ما يترتب على عدم الانضباط، ماذا يترتب إذا كان الناس تركوا الانضباط، وأيضا فوائد الانضباط، ماذا يستفيد الناس من الانضباط. وأخيرا سأتحدث عن أمور تساعد عن الانضباط، ومن بينها تزكية النفس. تزكية النفس هذه تعين على الانضباط، وسنتحدث في تزكية النفس إن شاء الله عن أهمية التزكية وأقسام التزكية ووسائل التزكية كذلك. هذه هي العناصر، وإن شاء الله سنتحدث عنها بشيء من التفصيل من خلال هذه المحاضرة. الانضباط هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، يعني تحبس نفسك في شيء وتلزم نفسك بشيء ما، هذا نسميه الانضباط. والصبر عليه، تصبر على هذا الأمر، نريد هذا هو الانضباط. وكذلك يعني الانضباط أن ينضبط الموظف. من الانضباط أيضا الجدية والالتزام بالعمل، والدقة نوع من الالتزام أيضا في العمل، وحسن الأداء، هذا كله يدخل في الانضباط. واحترام حقوق الآخرين، هذا يدخل في الانضباط، مفهوم الانضباط. كذلك القدرة على التمييز بين ما هو شيء مشروع وجائز وبين ما هو محظور في العمل، هذا كله من معاني الانضباط. مرة ثانية نقول معاني الانضباط هي، نعني بالانضباط الوظيفي الجدية والالتزام في العمل، 2 الدقة وحسن الأداء، أداء الواجب، 3 احترام حقوق الآخرين، 4 القدرة على التمييز بين ما هو مشروع وبين ما هو محظور في العمل العام. أنت في العمل العام ما هي الأشياء المحظورة عندك وما هي الأشياء المباحة ممكن أن تستفيد منها، هذا يدخل في الانضباط الوظيفي. تعريف العمل، ماذا نعني بالعمل؟ العمل هو كل نشاط جسمي أو عقلي يقوم به الإنسان بهدف الإنتاج في مؤسسة حكومية أو خاصة أهلية. يعني أي نشاط كان نشاط فكري، نشاط عقلي، نشاط جسمي يقوم به الموظف في إطار المؤسسة، سواء كانت هذه المؤسسة حكومية أو مؤسسة خاصة أو أهلية. الخلاصة ماذا نعني بهذا كله؟ هو التزام الموظف بواجباته ومسؤولياته الوظيفية المكلف بها، فيكون معنا المحاضرة. ما هي معنى المحاضرة؟ معنى المحاضرة هو التزام الموظف بواجباته ومسؤولياته الوظيفية المكلف بها. هذه قيمة إسلامية وميزة حضارية. هذه هي خلاصة أو تعريف المحاضرة، يعني التزام الموظف بواجباته ومسؤولياته ووظائفه المكلف بها. يكون معنى المحاضرة هو
أن يقوم بهذه الواجبات وهذه المسؤوليات كأحسن قيام. هذا يعتبر شيء قيمة إسلامية وميزة حضارية، يعني تميز المجتمعات المتحضرة هي التي تراعي زمنها وتستفيد من زمنها وتكون منضبطة. وهذه قبل أن نتحدث عن الشعوب أو الأفراد المتحضرين نتحدث عن الإسلام أولا، وأنا سأبين هذا بشيء من التفصيل. الإسلام نفسه قائم على الانضباط بدءا بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه فيها انضباط كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله. يدخل في العمل لما نقول معليش هذا التصفيق للنساء، والنساء موجودات إن شاء الله هو التصفيق للنساء ممكن أن نعطله، لكن تريد أن تعطله تفضل تعال إذا كان في شيء من الإحراج أيضا، ولكن هو التصفيق للنساء أيضا يعني لا بأس به يعني. لأنه كانت هذه محاضرة قديمة. فما يدخل في نستمر ما يدخل في العمل. نحن قلنا الانضباط في العمل يدخل فيها الموظف الذي درس دراسة نظرية، هذه يسموه موظف. ويدخل فيه كذلك العامل، ويدخل فيها الحرفي. هذه كل أقسام العمل. يعني الموظف الذي يعمل عمل كتابي مثلا، عمل كتابي، مدير أو موظف حسابات أو موظف معمل كمبيوتر أو مشرف تربوي، هذا كله يدخل في باب الوظيفة. شكرا جزيلا. يدخل في باب الوظيفة. الموظف الذي يعمل بالعمل الكتابي أو الإداري هذا موظف يدخل في العمل، يقطو في العمل. أيضا المهني الذي يتلقى دراسة نظرية وعملية تتطلب مجموعة من المهارات، هذه نسميه المهني، عنده مهنة. وكذلك الحرفي وهو صاحب العمل اليدوي التي تمارس في الورش والمصانع وغيرها. هؤلاء كلهم، هذه المسميات كلها تدخل في العمل، وهو يعتبر عامل. هذا هو المقصود. إذن نعني بعنوان المحاضرة إعداد الإنسان نفسه ومراقبتها وتزكيتها بالأعمال الصالحة وحبسها عن الشرور والتقصير في العمل المكلف به. هذا هو خلاصة ما أهمية هذا الموضوع؟ هل هذا الموضوع مهم؟ هذا سؤال مهم. ما أهمية الانضباط في العمل؟ أولا الانضباط في العمل هو روح الإسلام، وإليكم الدليل، ليس هذا ادعاء. أركان الإسلام قائمة على الانضباط، فكلمة لا إله إلا الله فيها انضباط. لا يجوز صرف أي عمل أي نوع من العبادة لغير مستحقها وهو الله جل جلاله. لا معبود بحق إلا الله. إذن لا معبود بحق إلا الله هذا فيها انضباط. يعني لا يمكن أن تمشي فوضى وتعبد كما تشاء، لا، هذا نفسه انضباط، معناها تعبد بطريقة صحيحة وتعبد من وكذا وكذا، هذا نفسه فيه انضباط يعني. ولذلك حينما قلنا في العنوان هي قيمة إسلامية لا ندعي، وإنما هي تبدأ من لا إله إلا الله، فيها انضباط، بمعنى أنت محصور كيف تعبد ومن تعبد. لا معبود بحق إلا الله، هذا ممكن نسميه نحن الانضباط. وهكذا كل أركان الإسلام دون تطويل. وأن محمد رسول الله يلتزم المسلم بعدم اتباع أي إنسان عدا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. وهذا نوع من الانضباط. هذا نوع من الانضباط. لا اتباع، لا تتبع كما تشاء، وإنما الله سبحانه وتعالى حدد لك أن تنضبط في اتباعك من تتبع. هذا نوع من الانضباط. وفي الصلاة كذلك نشهد صورا من الانضباط. في الصلاة نفسها في صور من الانضباط، في أقوالها وأفعالها وكيفيتها وشروطها، في كيفية ذلك صور من صور الانضباط. صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا انضباط. انضبطوا صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا انضباط في ديننا، موجود في ديننا. كذلك بدون تطويل. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يأثم من يؤخرها عن أوقاتها، يعني موقوتة، لا تقدمها ولا تؤخرها. هذا نوع من الانضباط بالتحديد محدد. وفي الصوم عدد أيامه، كيفية ثبوته، كيف يثبت شهر رمضان، وعلى من يجب، وشروطه وآدابه، هذا كله نوع من الانضباط. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن ساب أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ، هذا انضباط، فليقل إني امرؤ صائم. هذا نوع من الانضباط يظهر في فريضة الصوم كذلك دون تطويل. وفي الزكاة مظهر من مظاهر الانضباط.
في تحديد أنصبتها ومقاديرها وأوجه صرفها وتحديد مستحقيها والأموال التي تجب فيها الزكاة، إنما الصدقات إلى آخر الآيات. وفي الحج كذلك، الحج فيه توقيت زماني ومكانه وكيفيته، هذا كله يدخل في باب الانضباط وكيفيته. قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، هذا الانضباط. الخلاصة أركان الإسلام تعلم المسلم قيم الانضباط، ولذلك قلنا الانضباط هي قيمة إسلامية وميزة حضارية. خلاصة هذا الكلام أركان الإسلام تعلم المسلم الانضباط، والإسلام في جوهره قائم على الانضباط. هذه الخلاصة. الإسلام نفسه قائم على الانضباط، ما فاستقم كما أمرت، هذا انضباط. فاستقم كما قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذا انضباط، ينضبط. ولذلك الإسلام في جوهره قبل أن تكون موظفا يجب أن تكون منضبطا في عبادتك، كما رأينا من لا إله إلا الله إلى آخر شيء، إلى مشيك في الطريق تكون منضبط. الانضباط يدخل في كل شيء في الإسلام، يعني وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن، هذا كل شيء من الانضباط. ولذلك جوهر الإسلام هو قائم على الانضباط. هذا هو خلاصة الأمر. طيب، أنواع الانضباط أو نسميها دوافع الانضباط، ما هي أنواع الانضباط؟ وهذا هو المهم. الآن دخلنا في الموضوع الإداري بعد أن أصلنا للموضوع من الناحية الشرعية. الآن نريد أن نتحدث عن الانضباط في الجانب الإداري، نقترب قليلا في الجانب الإداري، وهو المقصود الآن بعد أن أصلنا عن أهميته وضرورته وأنه جزء من الدين، بل هو الأساس الذي ينطلق منه الإنسان ويسير عليه، وبدون انضباط المسلم لا يكون مسلما في كل أحواله. نريد أن نتحدث بشيء من التفصيل عن أنواع الانضباط. نوعين للانضباط، انضباط داخلي وانضباط خارجي. الانضباط الداخلي هذا هو المهم، ولذلك أنا بدأت به، يسمى الانضباط الداخلي والانضباط الذاتي، وهو النابع من قناعة الفرد واعتقاده بأن الله رقيب عليه. هذا أول نقطة يبدأ بها الإنسان لينضبط، مراقبة الله سبحانه وتعالى، هو رقيب عليه، وهذا نسميه انضباط ذاتي أو انضباط داخلي. إن الله كان عليكم رقيبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا نوع من الانضباط. العلماء قالوا حيثما كنت، في أي مكان كنت وفي أي زمان كنت وفي أي حال كنت، أي بمعنى راقب الله، أي بمعنى انضبط حيثما كنت، انضبط وأنت لوحدك، انضبط وأنت مع الناس، انضبط وأنت قوي، انضبط وأنت ضعيف. هذا الانضباط هو الأساس. ولذلك الإنسان إذا استحضر دائما هذا المعنى عنده سيكون منضبطا، وهذا ما يسمى بالانضباط الداخلي أو الانضباط الذاتي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا الحديث حقيقة يجعل الناس صنفين، كل واحد مننا ممكن ينظر هل هذه الصفة موجودة فيه ولا ما موجودة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا الناس مقسمة. نقف في هذا الحديث قليلا ولو أن الزمن لا يكفي. الكيس هذا هو الفطن العاقل الذكي الناجح، سميه ما شئت، هذا كيس سماه النبي صلى الله عليه وسلم الكيس هذا الإنسان نفسه. حتى نوضح، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يمكن يكون فيه دورة كاملة. هذا الحديث، هذه شخصية في شخصية كيس أو سماه الكيس. الكيس هذا
كما قلت لك قول الذكي، الناجح، السوي، المستقيم، العاقل، سميه ما شئت من الأسماء الجيدة. هذا شخصية، هذه شخصية، هذه شخصية. هذه الشخصية النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها صفتين، عنده صفتين. هذه الشخصية الكيس هذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صفتين. الصفة الأولى دان نفسه. دان بمعنى حاسب. دان أي حاسب نفسه. الصفة الثانية عمل لما بعد الموت. الصفة الثانية هي لصفة الشخص العاقل الذكي الفطن المستقيم السوي. هو عنده صفتين. الصفة الأولى دان نفسه، دائما محاسبة النفس تكون موجودة عنده، وهنا يدخل الانضباط في العمل. يعني هو دائما يحاسب نفسه، هذا شخص سوي، هذا شخص سوي، هذا شخص ذكي، هذا شخص ناجح. دائما صفة المحاسبة هذه تكون حاضر عنده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه الكيس من دان نفسه. دان بمعنى حاسب، كما تدين تدان، مالك يوم الدين يوم الحساب، بمعنى دان بمعنى حاسب. الصفة الثانية عمل لما بعد الموت. عمل لما بعد الموت، أي عمل يربطه بعد الموت، الحساب والجزاء. ماذا لو سئلت في هذا التقصير؟ كيف سيكون موقفي بعد الموت؟ أي شيء يعمله لابد يكون الإجابة يوم القيامة تكون حاضرة عنده. هاتين الصفتين هي صفة الإنسان الناجح بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتولى على الله الأماني. العاجز هي الصفة الثانية. العاجز هذا سميه النبي صلى الله عليه وسلم شخصية عاجزة. العاجز هذا سميه أي اسم فاشل، فاشل، غير ناجح، غير عاقل. أي نوع من أنواع المسميات سميه غير سوي. هذه الشخصية غير سوية، غير مستقيمة، غير ناجحة، فاشلة، وبالتعبير النبوي عاجز. هذا العاجز أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صفتين، الصفة الأولى والصفة الثانية. الصفة الأولى أتبع نفسه هواها. أتبع نفسه هواها. الشخصية الفاشلة دائما اتخذ إلهه هواه، يتبع هواه، تأخر عن عمل يتأخر، يكذب، يأخذ له شيء من المال العام يأخذ، لا يبالي، يتبع نفسه هواها. يعني يتبع نفسه الهواه ما يحب الإنسان، مزاجه، يحب نفسه الأشياء التي يحبها. الصفة الثانية يتمنى على الله الأماني، يتمنى على الله الأماني. يعني مع أنه يتبع نفسه هواها لا يعمل، يمني نفسه بأشياء جميلة. يريد أن يدخل الفردوس الأعلى وهو لا يعمل العمل الصالح، يريد أن يكون الأول في الدراسة وهو غير مجتهد. يتمنى على الله الأماني، وهذا يعني رؤوس أموال المفاليس، يعني الأمنية بدون عمل، هذا مفلس. أنت إذا كنت تريد أن تنجح لابد أن تعمل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لابد من المجاهدة حتى في سبيل العلم قالوا إذا كان الإنسان ما عنده رغبة وما عنده ممارسة التعلم،
العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وهذه الشخصية هي الفاشلة، هذه الشخصية الفاشلة. هذا الحديث ممكن أن نضعه أمامنا، وكل واحد منا، أنت وأنت وأنا، نقيس أنفسنا نحن أين من هذه الشخصيات. هل نحن في الشخصية الفاشلة وكأنه ميزان، أو في الشخصية الكيس أو الناجحة؟ إذا كان نحاسب أنفسنا دائما، صفة المحاسبة هذه تكون دائما عندنا، ونحاسب أنفسنا دائما، وأعمالها يعني نوزنها بالآخرة، نربطها بالآخرة، ونعتبر ما نعمله لهذا اليوم هو امتداد للآخرة، ودائما ما يتعارض مع الآخرة نجتنبه. نشكر الله سبحانه وتعالى ونقول الحمد لله أنا من الشخصية الناجحة، أو الشخصية السوية، أو الشخصية المستقيمة، أو الشخصية الكيسة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا الأخرى العاجزة، الشخصية العاجزة، نسأل الله السلامة، يجب أيضا أن ننتقل إلى الشخصية السوية أو الشخصية الناجحة. هذا الكلام أين أوردناه؟ أوردناه هنا في المراقبة الذاتية. يعني الانضباط يكون عنده دافع ذاتي أو دافع خارجي كما سنبين. هذه هو أنواع الانضباط. أنواع الانضباط نوع داخلي ونوع خارجي. النوع الداخلي هذا الذي تكلمنا عنه، شخصية دائما يحاسب نفسه، دائما يربط نفسه بالدار الآخرة، دائما يتقي الله في كل أحواله. هذا هو الدافع الداخلي للانضباط. إذا كان هو يتصف بهذه الصفة معناها هو عنده انضباط. دافعها هو دافع ذاتي ليس دافع خارجي. دافع خارجي هذا هو خوف من المدير، خوف من القانون، خوف من الفصل، الناس يفصلوه. هذه نسميه كما سنبين الدافع الخارجي. ولذلك النوع الثاني هو هذا الانضباط الخارجي. ماذا نعني بالانضباط الخارجي؟ الانضباط الخارجي هو الذي يأتي عن طريق رقابة المنظمة. رقابة المنظمة أي المؤسسة أو الدولة أو الوزارة أو المدرسة أو أي شيء أو الجامعة. هذا الذي يأتي ليس ذاتي وإنما هو خارجي. أنت خوفك من مدير المنظمة، مدير المؤسسة، مدير المدرسة، أو مدير أي شيء، مدير المنظمة سميناه، أنت تنضبط لأنك تخاف من رقابة خارجية. وطبعا رقابة الله فوق كل الرقابات. الرقابة الأولى هي المفضلة، يعني الرقابة الأولى هي المفضلة، وهذه لا قيمة لها. وإذا كان الإنسان فاقد الأولى هذه سوف لا يستفيد منها كثيرا، لأنه داخليا غير مقتنع بها فقد يفشل فيها. على كل حال هي نوع من أنواع الانضباط. الموظف هذا أو العامل هذا ينضبط لأنه خائف من رقابة المنظمة على سلوك موظفيها، وهو يأتي خوفا من اللوائح والعقوبات الإدارية. الذي يأتي خوفا من رقابة الإدارة أو العقوبات الإدارية يخصم منه، يفصلوه من العمل، لا يعطوه تزكية، دائما يحاسبوه، يخسر عمله، يخسر وظيفته، ولذلك هو ينضبط. وهذا نسميه الانضباط الخارجي. وطبعا الانضباط الذاتي هو الأفضل. الانضباط الذاتي هو الأفضل. وحاول نحن كمسلمين يعني يكون عندنا رقابة الله سبحانه وتعالى فوق الرقابات كلها. نحن لا، الضمير يجب أن يكون هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. يجب أن يكون الشرطي هنا، الشرطي يكون عندك هنا. الشرطي لا يكون الذي هو واقف في المكتب أو جالس في المكتب، وإنما شرطيك كمسلم أنت هو يجب أن يكون بداخلك. وهذا يسموه الضمير. يكون عندك ضمير. ضميرك هو الذي يعاتبك، ضميرك هو الذي يراقبك، ضميرك هو الذي يضعك تترك المعاصي. هذا هو الأفضل، وهو بناء، ونسميه ممكن نحن الاستقامة، له مسميات كثيرة، نسميه هذا هو الاستقامة. فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شيبتني هود وأخواتها، اتق الله حيثما كنت، يعني خاف الله. هذا هو المهم في الرقابة الداخلية الذاتية. الرقابة الخارجية هي نعرفها كمؤشر، لكنها الناس الآن يعني إلا من رحم ربكم خوفا من الرقابة الخارجية ينضبطون، وأيضا لا بأس بهذا. مؤشرات الانضباط نقصد بمؤشرات الانضباط هو لأعرف أن هذا هو يعني منضبط. ما هي مؤشراتي؟ ما هي المؤشرات أو ما هي الأدلة؟ أولا التحلي بالأمانة. من مؤشرات الانضباط الإنسان يكون أمين.
يكون أمين. التحلي بالأمانة هذا مؤشر من مؤشرات الانضباط. أنا رأيت الشخص هذا أمين حتى لو مقصر، يقول لك أنا حصل لي كذا، نجده أمينا دائما وصادقا، هذا يعتبر مؤشر من مؤشرات الانضباط. يعني قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا. وللأمانة الأمانة بمعناها الشامل ولها صور. الأمانة لها صور. من الأمانة نحن الآن ندخل في أشياء أساسية يمكن تكون في حياتنا ونحن قصدنا منها هذا الكلام، وهي أن تكون أمينا على سر وإنجاز العمل وأداء واجبك كاملا. أمينا على سرعة، أمينا على سرعة وإنجاز العمل وأداء واجبك كاملا. هذا نوع من الأمانة. يعني أنت تكون أمينا في إسراع واجبك، هذا واجبك تسرع به في وقته. إذا كان حصة تجي في وقتها، إذا كان دوام عندك دوام تجي في وقته، هذا من الأمانة، هذا من الأمانة. كذلك أن يتجنب الغش بكل صوره وأشكاله. من غشنا فليس منا، يعني لا يغش ولا يكذب، هذا نوع من الأمانة ويدخل في مؤشرات الانضباط، يدخل في مؤشرات الانضباط. معناها شخص أمين، أمين بمعناه الشامل، بمعناه الشامل، أمين في إنجاز العمل بسرعة، وأمين كذلك في عدم الغش، هو صادق، وأنه هو صادق في كل شيء، حتى لو أخطأ، حتى لو أخطأ، لو تأخر، لو كذا وكذا، يكون صادقا. إذا كان هو مريض يقول أنا كنت مريضا، إذا كان مريض هو يقول أنا كنت مريضا، يكون صادق مع نفسه ومع ربه قبل أن يكون صادقا مع مديره. هذا نوع من مؤشرات الأمانة. كذلك أداء الواجب قبل المطالبة بالحقوق، وهذه نقطة مهمة يا جماعة. في العمل دائما، في العمل العام يجب أن نقوم بواجبنا أولا قبل أن نطالب بحقوقنا، وهذه نقطة مهمة. الشخص المنضبط هو الذي يقوم بواجبه ثم يطلب ما عليه من الحقوق. أنت الآن موظف، قم بواجبك كأحسن قيام ثم أطلب حقك. لكن أحيانا أنت مقصر في واجبك وتريد حقك تكون كاملا، وهذا طبعا مقلوب، يعني صورة مقلوبة. يعني ولذلك تؤدي ما عليك من الواجبات قبل أن تطلب ما لك من الحقوق. هذا هو، يعني أولا أن تقوم بواجبك كما ينبغي ثم أطلب حقك. لكن أنت مقصر فيما عندك، مقصر في واجبك وتطلب حقك كاملا، هذا لا يكون. إذن من المؤشرات هو أداء الواجب، أداء الواجب قبل المطالبة بالحقوق. أن لا يستغل موقعه، وهذه نقطة مهمة يا جماعة، أن لا يستغل موقعه في العمل لجر منفعة شخصية له ولقراباته ولأصدقائه، أو الاستيلاء على المال العام بطرق ملتوية، طرق غير واضحة ملتوية، كتلقي الهدايا والرشاوي، هدية لك مقابل خدمات أو تسهيلات، كل ذلك حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي بالنار. يعني أنت لا تستغل موقعك. أنت أصبحت مديرا أو أصبحت في مكان ما، لا تستغل هذا المكان لتستفيد منه لمصلحتك أنت أو لمصلحة قرابتك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هذا ليس من الانضباط في شيء، وليس من الأمانة في شيء. كذلك المحافظة على أدوات العمل، هذا من الأمانة والانضباط. يعني أدوات العمل وأجهزته، أجهزة كمبيوتر، أدوات تصوير، كل شيء، وعدم استخدامها لقضاء مصالح شخصية. لا تستخدم هذه لمصالحك الشخصية. أعطوك سيارة للمؤسسة، اذهب بها في مشاوير أو العمل التي أعطيت من أجله، إذا كانت هذا ليس تابعة لك، تابعة المؤسسة، تستخدمها في الأشياء التي أعطيت أنت من أجلها، ولا تستخدمها في مصالحك الشخصية. وهذه مسائل دقيقة جدا، الإنسان إذا ما راقب الله سبحانه وتعالى فيها لا يستطيع أن يكون منصفا فيها. ولذلك مهم جدا جدا أن يراعي الإنسان عدم استخدام هذه الأدوات وهذه الأشياء كلها إلا لمصلحة المؤسسة، ليس لمصلحته هو أو منافعه الذاتية للموظف نفسه أو لأصدقائه
ومن معه مصلحة معهم. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني كان أنت أعطيته لا تستخدمه إلا للغرض الذي أعطيت من أجله، وهذه في غاية الأهمية، ولذلك يجب أن نراعي هذا الكلام. كذلك المحافظة على أسرار العمل وحفظ سره، هذه أيضا أمانة يا جماعة. ليس فقط الانضباط هو أن تتحدث مع الناس. أي عمل عنده أسرار يعني، وأنت هذا المكان مؤتمن عليه، مؤتمن في كل شيء، ليس فقط في الأشياء المادية وإنما حتى الأشياء المعنوية أنت مسؤول عن هذا الشيء. ولذلك المحافظة على أسرار العمل وحفظ السر أمانة، وهي من القيم الإسلامية التي حث عليها الدين الإسلامي. لا تكون كتابا مفتوحا يقرأ الناس فيه كل شيء. ولذلك ليس من الانضباط وليس من الأمانة أن تفشي أسرار أي مؤسسة كإنسان مسؤول، وهذا ليس بالضرورة أن توصى به وتوقع عليه. أنت كإنسان مسؤول وعاقل لا تتحدث عن هذه الأشياء، وليست لك أي مصلحة في الحديث عنها، والحديث عنها وإفشاء سرها تعتبر خيانة للأمانة. ولذلك المحافظة على أسرار العمل هذا من الأشياء المهمة جدا جدا، ويعتبر جزء من الأمانة، وهي قيمة إسلامية كما ذكرنا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال الشاعر تكلم وسدد ما استطعت فإن كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك من غير السداد صداد. يعني إذا ما عندك شيء تتكلم به اسكت، لا تتحدث اليوم حصل كذا وحصل كذا وفي مؤسستنا كذا، كل صغيرة وكبيرة الناس كلها تعرفها. وهذا ضعف في الشخصية يا جماعة، هذا ضعف في الشخصية. الإنسان يعني لا يكون مثل الإناء الفارغ